Diesmal أيتما تمازيغين دمازيغن الزلفلاون السنون دمنار. الحقيقة سررت جدا بتلقي دعوتكم الكريمة بهذه المناسبة الطيبة، دعوة تؤكد على أن المولود الجديد على الساحة الفكرية والأكاديمية مركز أسامر للأبحاث والدراسات الاستراتيجية هو مولود لابد أن يتبناه وأن يساند كل أبناء أرض تمازغة التاريخية، تمازغة اللي سموها سياسيا في هذا الزمن المعاصر بدول الاتحاد المغاربي. كليبي ومهتم بمجال التكامل والتضامن الشمال الأفريقي، أود أن أنوه بتركيز هذه المؤسسة وهيكليتها على أسس تشكل صلب تموزغة التي تعني الإخاء والتعاضد والتكافل، وكذلك أسس الديمقراطية الحديثة التي تتمحور حول قيم ومثل المواطنة. هي مفاهيم نبيلة لطالما غيبتها المقاربة الشمولية من لدن بعض أنظمة الحكم في أوطاننا. لن أطيل، لكن سأركز على ضرورة الاهتمام بمرجعية الواقع المعيش في جميع أرجاء أوطاننا كعامل حي ونابض، قبل التركيز على مرجعيات أخرى كمرجعيات التاريخ والماضي مثلا. أيضا التركيز على التعبئة على أساس الهوية الأصيلة لبلدان الشمال الأفريقي، الهوية في كل تجلياتها وأشكالها. الهوية هي مفتاحنا من أجل تكامل مغاربي حقيقي وفعال. كذلك التركيز على دور المرأة في مجتمعاتنا كما هي، لا كما ينسب لها أو يستورد إليها. أود أيضا أن يكون لهذا المركز، وأتمنى أن يكون له السبق الميداني في مجال تكوين أطر الشباب المغاربي عبر تشجيع التبادل الطلابي، التبادل الشبابي بصفة عامة، الفني والرياضي والثقافي والاجتماعي الأكاديمي. هذا الجانب مع الأسف منسي ومتجاهل. في الختام، أتمنى لمركز أسامر للأبحاث والدراسات الاستراتيجية مسيرة بحثية دراسية عملية وعلمية موفقة، وكل يقين بأنه سيكون إضافة قوية لشمال أفريقيا ما بعد الثورات على رموز الاستبداد الأيديولوجي. تنمير تنون، شكرا لكم.